هنا القاهرة. البيئة ملك الناس، عايزة الجميع حراس، لو نتحد كلنا وإيدينا مع بعضنا تبقى حياتنا بنا دايما بساط أخضر. البساط الأخضر، برنامج تعده وتقدمه وفاء زكريا. البساط الأخضر من إخراج هبة فؤاد. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في بداية جولة جديدة على البساط الأخضر. الأستاذة الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بنرحب بحضرتك معنا. أهلا بيكي. الحقيقة منذ يومين كان هناك قمة دولية، قمة المناخ، بحضور قادة الدول المختلفة والمهتمة بقضية تغير المناخ. مصر كواحدة من الدول التي تعاني، ويعني هنعتبرها من أكثر الدول التي ستتأثر بتغير المناخ. في رأي حضرتك أهم الموضوعات التي يمكن أن تطرح من خلال هذا المؤتمر وتطبق على أرض الواقع؟ هو في الحقيقة قمة المناخ من أهم القمم في هذا التوقيت، لأن العالم زي ما حضرتك شايفة وعارفة بيعاني من ظاهرة التغير المناخي، وأصبحت واضحة لنا كلنا. احنا حسينا حتى ان الجو بشكل بسيط جدا ما بقاش، حتى جو مصر ما بقاش زي الأول. يعني هناك تغيرات شديدة بتشهدها كل دول العالم. يعني مثلا المناطق اللي كانت باردة دي أصبحت بتعاني من الحر في الصيف، وبالتالي دي ظاهرة جديدة خالص. في مناطق أصبحت مناطق فيضانات كتيرة جدا، الفيضانات انتشرت. هناك قضايا كثيرة بتبين بشكل كبير أن هناك تحديات مرتبطة بالتغير المناخي. المؤتمر اللي بيعقد بيثير العديد من التحديات. أهم تحدي لهذا المؤتمر هو العلاقة بين الدول المتقدمة والدول النامية. ليه؟ لأن الدول المتقدمة هي المسؤول الأول والرئيسي عن التغير المناخي، لأن هي في طوال السنوات الماضية كانت السبب الرئيسي في الانبعاثات، وهذه الانبعاثات هي اللي أدت إلى التغير المناخي. وبالتالي أصبح على هذه الدول مسؤولية رئيسية في أن هي تصحح أخطائها، لأن الدول النامية هي الدول اللي بتعاني، هي الدول المتأثرة مما قامت به الدول المتقدمة. إذن كما لو كانت أن الدول المتقدمة تسببت في أذى للدول النامية، والسؤال إلى أي مدى هتكون قادرة وراغبة في أن هي تصحح جزء من هذا الأذى. هذه هي القضية الرئيسية، لأن دول العالم بيتفاوت يعني رد فعلها ورغبتها في ان هي تواجه مسؤولياتها في هذا المجال. في بعض دول يعني مرحبة وتريد ان هي تقوم بدورها، في دول تانية رافضة. هناك صراع ايضا ما بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، لان الصين في السنوات الماضية ومع النهضة الصناعية الضخمة اللي شهدتها كانت من اكبر الدول اللي هي لها انبعاثات، والصين تريد أن تعامل كما لو كانت دولة نامية، في حين أن الصين أصبحت النهاردة تاني قوة اقتصادية في العالم. فهناك أيضا يعني صراع في هذا تضارب مصالح وتضارب مصالح. فإذا السؤال هنا وفي هذه القمة، هل تستطيع الدول النامية أن توحد مواقفها فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية وذات المصلحة الخاصة بها أم لا؟ بمعنى هل إذا كان هناك قضايا رئيسية مرتبطة بالتغير المناخي، هذه القضايا الرئيسية تم حسمها في إطار ما يطلق عليه بالتكيف، اللي هو الادابتيشن والميتيجيشن، اللي هو إن أنا عندي أسلوبين أساسيين لمواجهة التغير المناخي. أسلوب قائم على إن أنا ابتدي استهدف الاسباب اللي ادت الى التغير المناخي، واسلوب قائم على ان انا اعالج الاثار. ده فيما يطلق عليه ميتيجيشن وادابتيشن. السؤال هنا
في القضية دي هو إلى أي مدى الدول المتقدمة هتساعد الدول النامية. في القضيتين بتوع الميتيجيشن والأدابتيشن في مجموعة عوامل أساسية هي اللي بتتحكم في الإجابة على السؤالين دول. نمرة واحد التكنولوجيا. التكنولوجيا هي في يد الدول المتقدمة طبعا بشكل كبير. صحيح في دول نامية كتيرة نجحت ان هي يعني تطور تكنولوجياتها زي الصين والهند، ولكن ما زالت الدول المتقدمة تستحوذ على التكنولوجيا وبدأت تعمل خطوات يعني تشددية في إنها ما تنقلش هذه التكنولوجيا للدول النامية. وطبعا دي إجراءات واضحة جدا بتقوم بها الدول المتقدمة. فالتكنولوجيا ودور القطاع الخاص، القطاع الخاص بيلعب دور مهم. فبما إننا لما بندخل القطاع الخاص بقى بيبقى عندنا تساؤل رئيسي حول إلى أي مدى بيحقق مصلحته الخاصة في مقابل مصالح الدول الأخرى. وبالتالي احنا عندنا قضية مهمة جدا فيما يتعلق بالوزن النسبي للقطاع الخاص. في قضية نقل التكنولوجيا هنا المفروض ان الدول المتقدمة منذ سنوات طويلة تعهدت بان هي تساعد الدول النامية في نقل التكنولوجيا، ولكنها لم تطلع بمسؤوليتها في هذا المجال. وبالتالي هنا هذه القضايا المفروض ان الدول الناميه، ولما اجي اتكلم على مصر كدوله ناميه مهم قوي ان مصر يكون عندها قدره على ان هي الاول توحد مواقفها مع الدول العربيه. يعني تخيلي لو الدول العربية راحت، وهنا في رسالة مهمة جدا من ان الرئيس السيسي يلقي كلمة الدول العربية. رسالة هامة جدا، لان معنى هذا اننا نظهر كدول عربية بموقف واحد. وهذا الموقف الواحد مهم جدا لنا في هذا التوقيت، لأننا لازم كدول عربية إذا نجحنا أننا نوحد وننسق مواقفنا في التعامل مع العالم الخارجي سيكون لدينا وزن كبير على الساحة العالمية. لكن لو تم استهدافنا دولة فرادة كده طبعا هيبقى وضعنا النسبي ضعيف جدا على الساحة العالمية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الكلمة. أنا بقول عناصري في التنمية المستدامة أنا عملتها كتمرين على مستوى مصر، ثم انتقلت بها إلى مستوى الدول العربية. خدت كل الفروق ما بين الدول العربية، لأن أنا إذا همثل الدول العربية لازم صوت الدول العربية كله يكون معي، أكون واخد في اعتباري كل التحديات اللي بتواجهها هذه الدول العربية. فأنا نقلت وجهات نظرهم، نقلت طموحاتهم، نقلت مشاكلهم وتحدياتهم، وأصبحت بتكلم على مستوى كل الدول العربية، كل تحدياتنا كدول عربية. في هذا الإطار بقى بنقل هذا الرأي وببتدي أطالب بقوة بأن لازم يبقى صوتي كدول عربية مسموع. هذه القمة إيه خطورتها؟ إنها هيترتب عليها التزامات كويس. التزامات على دول العالم ومنها الدول النامية بخفض الانبعاثات، والتزامات بان ايه هيتم متابعتها دوليا. وبالتالي هنا بقى لازم كل واحد يطلع بمسؤولياته في هذا الاطار. حقيقة بنتمنى ان احنا نلاقي توافق حول هذه القمة وهذا المؤتمر، لان كثير من المؤتمرات السابقة الحقيقة فشلت في الوصول الى نقطة تلاقي. يعني لابد ان نجد يعني توافق سواء عربي او عالمي على هذه النقاط. زي ما حضرتك ذكرتي لو في توافق عربي هنبتدي نرفع صوتنا ونوصله للعالم ككل. بنتمنى الحقيقة دكتورة يمن ان احنا نلاقي خطوات ايجابية. متى سنشعر بنتائج هذا المؤتمر في توقع حضرتك؟ إن شاء الله دي بتعتمد الحقيقة على نتائج المؤتمر، ما الذي تم التوصل إيه، ولكن ليس فقط النتائج، ولكن كما ذكرت أن تكون هناك آلية للمتابعة والتقويم. الأستاذة الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، نتمنى أن نجد هذه النتائج على أرض الواقع في فترة قريبة قادمة بإذن الله. شكرا على هذه المعلومات وشكرا على هذا اللقاء. كنتم مع البساط الأخضر. البساط الأخضر برنامج أعدته وقدمته لكم وفاء زكريا. البساط الأخضر من إخراج هبة فؤاد.